السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعين، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ليلة الخميس ليلة مميزة. لقيت سلفتي داخلة عليا وجايبة لي السردين، بتقولي بقول لك ايه، أنا جايبة لك السردين النيلي، ورينا بقى هتعمليه ازاي. على طول جريت على المطبخ، شطفته كده بمية وملح وليمون وخليته زي الفل، وحطيته كده يتصفى، وقطعت بصل كده جوليان أو أي تقطيع عشوائي، وابتديت إن أنا أحط الرف الأول كده في الصينية بتاعتي. البصل بكله، مش قادره اقول لكم يا جماعه، البصل بعد ما حطيت عليه رشه ملح ورشه فلفل ورشه كمون، عايزه اقول لك ريحته كده قلب الدنيا من قبل ما احط السردين. وده السردين بعد ما صفيته رصيته كده رصه حلوه قوي. وبعد كده هحط عليه، كنت مقطعه طماطم، كنت مقطعه فلفل، باقي البصل، وطبعا التوم. اي سمك لازم توم وليمون وكمون وخل وملح وشطه. وبعدين رصيت عليه البصل، حطيت البصل كله كده زي ما انتوا شايفين، من تحت ومن فوق، بيدي الطعم في حتة تانية. ولعت الفرن على درجة حرارة 200، الشبكة الرف الأول، وابتديت ان انا اقطع الليمون، قطعت طرنشات وعصرت عليه علشان يديني نكهة مميزة. ما انا لازم كمان اوري سلفتي ان انا بعمل احسن من اللي هي بتعمله، وكمان بأقل الامكانيات هطلع احلى صينية، ونقضي يوم الخميس في احلى وضع مع صينية السردين. بجد بجد حاجة تحفة. قرن الفلفل المشطشط ده بيبقى تحفة مع السردين. ورصي بقى كده الطماطم بتاعتك، قطعي خضار زي ما انت عايزة، وشرايح الليمون، ويلا بينا على طول شوية زيت من فوق الوش، ودخلي الفرن بإذن الله ربع ساعة وتطلعيه. هتلاقيه دايب دوب وبيتاكل أكل، ومش قادرة أقولك حتى الخضار كده طعمه تحفة فيه. اللي احنا مقطعينه احلى صينيه سردين ممكن تاكليها. وبالهنا والشفا، متنسيش لايك وشير وسبسكرايب.